تعالَ أقول لك الأهلي هيقابل مين لو صعد الدور ال16. طبعًا الأهلي قابل إنتر ميامي وتعادل معاه 0-0، والمباراة الجاية وهي المباراة النهارده إن شاء الله الخميس بإذن الله الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، هيقابل فريق بالميراس البرازيلي، وبعد كده هيقابل فريق بورتو البرتغالي. طبعًا المباراة دي قوية جدًا بتاعة بالميراس، طبعًا اتفرجت على بالميراس وبورتو، كان مباراة قوية وفريق بسم الله ما شاء الله كان عامل ماتش قوي جدًا. المشكلة في المباراة ديّة اللي الأهلي هيقابل فيها بالميراس هتبقى في عز الضهرية هناك في أمريكا، وبس سيبك من إن إحنا بنلعب، هي بتوقيت مصر الساعة 7 مساءً، بس هناك في عز الضهرية ودرجة الحرارة عالية كبيرة في أمريكا. طب الأهلي يصعد إزاي؟ الأهلي لو فاز على بالميراس وبإذن الله يا رب كل التوفيق لنادي الأهلي ويفوز على بالميراس، هيبقى عنده 4 نقط، يبقى الأهلي إن شاء الله ضامن الصعود. طبعًا عشان بالميراس هتيجي طبعًا مع إنتر ميامي، هي متعادلة مع فريق بورتو، هتيجي مع إنتر ميامي مش هتسيب إنتر ميامي، هتبقى بُص مش هيبقى ماتش نار، فأنت طبعًا هيبقى فايز على بالميراس، حتى لو بالميراس فاز يبقى أنت هتصعد، وإنتر ميامي ما أعتقدش هيعدّي المباراة، الفريق ضعيف جدًا والأهلي ضيّع من إيده فوز. هيبقى فاضل معاك فريق بورتو، حتى لو تزامت إن شاء الله تصعد والأهلي يصعد. طب الأهلي هيقابل مين في دور ال16؟ طبعًا الأهلي في المجموعة الأولى اللي فيها طبعًا إنتر ميامي وبورتو وبالميراس. طب المجموعات إزاي هتقابل بعض؟ المجموعة الأولى هتقابل المجموعة التالتة، والمجموعة التانية هتقابل المجموعة الرابعة، والمجموعة الخامسة هتقابل المجموعة السابعة، والمجموعة السادسة هتقابل المجموعة التامنة. هم 8 مجاميع، كل مجموعة فيها 4 فرق، 32 فريق كأس العالم للأندية. طب الأهلي هيقابل المجموعة الكام؟ الأهلي المجموعة الأولى، يبقى هيقابل المجموعة التالتة. طب المجموعة التالتة فيها مين؟ فيها بايرن ميونخ، بوكا جونيور اللي هو الأرجنتيني، وبنفيكا البرتغالي، واوكلاند سيتي. طبعا المباراة طبعا بايرن ميونخ قوي، فاز في المباراة الأولانية أمام اوكلاند سيتي 10-0، مباراة 10-0، كانت حفلة أهداف. أما بالنسبة لبوكا جونيور وبنفيكا المباراة انتهت 2-2، البوكا جونيور كانت فايزة وبنفيكا عرفت تتعادل معاها رغم إن بنفيكا اتطرد منها لاعب. ثلاث فرق، الفرقه الرابعه اوكلاند سيتي ما نحسبهاش، الاهلي طبعا قبل كده والاهلي فاز عليه، فالاهلي عندها بنفيكا وعندها بوكا جونيور وعندها بايرن ميونخ. طبعا معروف بايرن ميونخ هيصعد اول رسميا طبعا بفرق اهداف، وهيفوز ممكن يفوز المباراه الجايه في يوم بكره. طب الاهلي هيصعد مركز كام عشان يقابل مين؟ الاهلي الاغلبيه ان شاء الله لو صعد هيصعد مركز تاني، الاول بيقابل التاني والتاني بيقابل الاول في المجموعه الاولى والثالثه، الاول بيقابل التاني والتاني بيقابل الاول. طب الاهلي كده ممكن يقابل مين؟ ممكن يقابل بايرن ميونخ، هيقابل بايرن ميونخ. فمباراة ان شاء الله اهم حاجه التوفيق لنادي الاهلي في المباريات الجايه، ويحاول يصعد على قد ما يقدر. طبعا اتفرجنا على الهلال وريال مدريد، الهلال عمل ماتش قوي جدا، الهلال بجد احرج ريال مدريد. وطبعا انزاجي مدرب الجديد لنادي الهلال عمل شغل وعمل تشكيلة وعمل طفرة في نادي الهلال السعودي. ان شاء الله كل التوفيق لنادي الاهلي ان شاء الله. النهارده المباراة الساعة 7 بتوقيت القاهرة باذن الله، ان شاء الله الاهلي يعمل نتيجة ويفوز ويصل باذن الله دور ال16، وبعد كده نفكر في دور ال16 مين اللي هيقابله، بايرن ميونخ او بنفيكا، بس هو الاغلبية هيبقى بايرن ميونخ. بس ان شاء الله اهم حاجة الاهلي يصعد باذن الله. ما تنساش الاشتراك في القناة وفعل الجرس ليوصل لك كل جديد. السلام عليكم.